يخرب بيتك، في حد يبصبص للزباين كده؟ افرض المتر شافك وانت بتبحلق في الوليه كده قوي، هيقول لك ايه؟ هي مين؟ هي زروق حلال. اسكت يا اخي، خلي امك تزورك المشايخ ولا تعمل لك زار ولا تعمل لك حجاب ولا حاجه، كل ما تشوف واحده تقول هي. بقول لك هي زغلول. انت ايه؟ التانيه فقيره وعندها شغلانه على قدها. الحكايه فيها سر، انا اروح اكلمها. تعالى يا ممدوح، كل عيش هنا، كل عيش. ايه واقفين ترغوا في الشغل؟ اطلع بالسيرفيس قدامي. اطلع بالسيرفيس، اطلع. يلا رب البيض. يلا اقلب البيت. معلقه لا مؤاخذه، بس معلقه يمكن تكون. ايه اللي انت هببته ده؟ انا ما صدقت شغلتك يا اخي. والنبي يا حاج، عشان خاطر الواد سامحه. بشرفي لن اطالب الا باعدامه. انا المتر اوزوريس ابن منفيس يتعمل فيا ده كله بعد خدمه 19 سنه. يا حاج اوزوريس دي ظروفه الاجتماعيه قاسيه. ظروف ايه يا استاذ؟ ده انسان مخبول. تصور ان ابوه ساب امه واتجوز واحد غيره. إيه؟ ايوه، دي امه قاعده ب 11 عيل يتامى مالهمش غير ممدوح وربنا. البلوى ده بيجري على 11 عيل، عيال يتامى فوق بعضيهم كده، يتامى غلابه وكلهم نيله زيه. ابدا، دي عيال مبروكه، دعوتهم مقبوله، على فوق على طول صواريخ. يا ساتر يا رب. امال انا جاي لك ليه؟ جاي لك عشان احذرك، الواد عتريس اخوه الوصاني اللي تحت التحتاني لو فاعك دعوه هيفقعها لك من هنا، يجيبوا لك التابوت من هنا. يا ساتر يا رب. خلاص انا هدوس على كرامتي واسامحه، بس على شرط ينزل يشتغل في المطبخ. بس كده؟ ينزل في المنجم، انا هجيبه لك يبوس راسك. يبوس يا عم عتريس. الله مالك في ايه؟ انت بتقوم ليه؟ ما منوره ايه؟ مش شايف ليه؟ دي تتحط كده، تمسكها كده تحطها على الترابيزه. لا ده انت منحوس بقى. روح بوس على راس اوزوريس ابن منفيس. انا مش منقول غير لما اعرف ايه حكايتها بالظبط. مالكش دعوه بيها، انا نيابه عنك هتابعها، هعرف خطواتها، هجيب لك عنوانها، هجيب لك قرارها. اتفضل اتفضل. كان يوم اسود، كان يوم اسود يوم ما شفتك. البلد فيها 21 مليون ست، امي ما لقيتش غير امك عشان تبقى اختها وانت تبقى ابن خالتي. ما انا منحوس. انت جيت؟ من شوية. وقاعد في الضلمه ليه؟ الظروف بتحكم. مالك؟ متضايقة ليه؟ لا ابدا. معلش، أنا عارف الناس اللي أنت خرجتي معاهم دول دمهم تقيل. ما تاخدش في بالك. أنت عارفة ظروفي. وضعي في المجتمع ما يخلينيش أقدر أظهر كتير في أماكن عامة، وطبعا مش معقول أحبسك في البيت. ما يطوعنيش قلبي. قلبك ده بيكره ناس كتير قوي. حنان، عزت بينادي العواطف. تعبانه. تعب ده مآنس معاكي من يوم ما رجعتي من السفر يا حنان. وايه دخل السفر في كده؟ مش عارف، مناخيري شم حاجة كده مش عجباني. انت دايما بتشك في كل حاجه.
والشك بيعذب. العذاب والتعذيب دي لعبتي انا يا حنان. انا منتظر الجوع. يا حكومة يا حكومة حرام.